النهاردة بقى يا جماعة عملت 4 كيلو بسكوت. الوصفة سهلة وبسيطة وهش معايا وحلوة جدا. زي ما انتوا شايفين التسوية حلوة على نار هادية. تعالوا بقى نشوف احنا عملناها ازاي. شفت حتى اما انا بكسره خفيفة معايا وحلوة، يعني بسيطة كده ومقرمشة وطعمها زي التحفة. صلوا على النبي بقى كده وتعالوا نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي ونسمي الله ونبدأ الفيديو. معايا 4 كيلو من الدقيق، ومعايا 5 كوبايات من السكر البودر، ومعايا 5 كوبايات من السمنة السايحة. طبعا احنا سيحنا السمنة وحطيناها في التلاجة تتماسك. هنعمل ايه؟ هنحط السمنة بتاعتنا دلوقتي في البول، ومعاها السكر. 5 كوبايات سكر يا جماعة مع 5 كوبايات من السمنة، وهنضربها كويس جدا في المضرب لحد ما تدينا لون كده اللي يكون عامل زي الكريم شانتيه، زي الكريم شانتيه بالظبط. صلوا بينا كده بقى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين كده حطيت السمنة، هحط بقى السكر بتاعي وهجيب المضرب وايه اقعد بقى اضرب فيها لحد زي ما قلت لكم هخليها زي الكريم شانتيه كده بالظبط. معيار بقى اللي انا بقول لكم عليه دي يا جماعة، ال5 كوبايات من السمنة السايحة سيحتها وقلت لكم انا حطيتها في التلاجة لحد ما اتمسكت معايا بقت ساعة كده. وال5 كوبايات سكر جبت كيس سكر وطحنته في المطحنة. تمام اهو هضربه كده على بعضه كويس جدا لحد ما اخليه زي الكريم شانتيه زي ما قلت لكم. جبت المضرب بتاعي بقى وهضربه كده زي ما انتوا شايفين واحدة واحدة كده لتحت. بعمل بالمضرب لتحت علشان يجيب لي كله، وفي نفس الوقت ما يعفرش معايا من السكر، يعني ما يخليش السكر لبره. تمام كده زي ما انتوا شايفين كده. شايفين عملتها ازاي؟ خليتها كده خلاص بقت كده تمام، السمنة راحت خالص. بعد ما خلصتها كده بقى وخليتها حلوة زي الكريمة كده، هنزل معايا 6 بيضات، 6 عدد بيض اهو بدرجة حرارة المطبخ عادي. انا حطيت ال6 بيضات دول، اللي حابب يحط اكتر براحته، بس انا شايفاهم اللي هم مناسبين على ال4 كيلو دقيق. هنزل بقى بالتدريج كده واحدة بواحدة، 2 ب2 زي ما انتوا شايفين، وهنضرب كده بالمضرب نقفل ونضرب بالراحة كده عشان المضرب ايه مش يبوظ. هنزل بقى ب3 اكياس فانيليا برتقان، 3 اكياس من الفانيليا بتاعة البرتقان يا جماعة. بتخلي الريحة حلوة جدا وبتمنع ريحة الزفارة، وبتخلي البسكوت بتاعنا يعني طعمه حلو كده بريحة البرتقال. و4 اكياس فانيليا من اللي هي بتاعتنا العادية، 4 اكياس عشان البيض. تمام كده كويس جدا. ومعايا ازازة من روح البرتقال، الازازة دي صغيرة. ومعايا 1.5 كوباية من اللبن، دي كيس باكنج باودر. دي كده كيس باكنج باودر يا جماعة، يعني معلقة كبيرة. لو هتحط حط معلقة كبيرة. وهحط زي ما قلت لكم اهوت 1.5 كوباية من اللبن، وهضرب كده بالمضرب بتاعي واحدة واحدة. قبل بقى ما احط النص هنزل واحدة واحدة كده بالمضرب بتاعي، عشان طبعا الحلة ديت كانت صغيرة شوية، فانا بضرب كده بالراحة واحدة واحدة لتحت علشان هو ايه ما يفرش معايا ولا اي حاجة. البيكنج باودر ما شاء الله عليه كويس جدا، يعني بدأ ايه يفور واحدة واحدة. اللي حطيت برضو معلقة من النشادر، معلقة كده كبيرة من النشادر، بس مش تكون مليانة هرم، لا معلقة واحدة بس. انا حطيتها في الكوباية بتاعت اللي هي النص اللبن دي، يعني انا حطيت كوباية لبن وحطيت المعلقة النشادر في النص زي ما انتوا شايفين كده اهو. وهنزل بها اهو. الفوران اللي فار ده من البيكنج باودر مش من النشادر. النشادر ما شاء الله عليها، والبيكنج باودر برضو مظبوط، وكل حاجة مظبوط. هنزل برضو ب1.5 كوباية من الزيت. الزيت حلو وبخلي البسكوت هش وخفيف وحلو. نزلت بكوباية وهنزل بالنص الكوباية التانية اهو زي ما انتوا شايفين كده. صلوا على النبي بقى كده عليه افضل الصلاة والسلام. واحدة واحدة كده بنسمي الله وبنشتغل، وان شاء الله بيبقى البسكوت بتاعنا زي العسل. احنا بسجل الفيديو بعد الفطار، وطعمه بسم الله ما شاء الله عليه، المقادير مظبوطة جدا اهو. هنزل بقى كده بالراحة كده واحدة واحدة على الدقيق بتاعي، يعني هنزل بالخليط بتاعي ده بالتدريج بالتدريج كده يا جماعة. انا معيره لكم طبعا بالكوباية اللي انا معيره بها السكر المج ده، ومعيره بها السمنة، يعني هي نفس الكوباية.
انت يكون عندك معيار كده. هلف بقى من العجينة بتاعتي من تحت لفوق كده، ومش هنعجن علشان ما تاخدش ايه وقت معايا، يعني عشان اللي هي ما تشدش العجينة، ما تشدش. طبعا انا حطيت معلش الكاميرا فصلت، حطيت كوباية ونص برضو من المية. يعني انا كوباية ونص زيت، كوباية ونص لبن، كوباية ونص مية سخنة، غليتها في الكاتل ونزلت بقى برضك على العجينة بتاعتي ما شاء الله عليها، وقعدت ان انا اعجن كده، وهتشوفوا دلوقتي العجينة في النتيجة. وكده بقى النتيجة بتاعتي، وهي بسم الله ما شاء الله عليها. وزي ما انتوا شايفين كده اهيت النتيجة. مش بعجينة يعني عجين اللي هو انا بس ايه بلم اهو. ما شاء الله عليه كده، بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا بنا كده بقى على النبي. هنجيب بقى المكنة بتاعتنا عشان نربطها بقى ونعمل البسكوت. طبعا أنا معيرة بكل حاجة بالمعيار، الكوباية اللي انتوا شفتوها في الأول اهي المكنة اهيت. بنزل بقى كده وبرص في الصاج بتاعي اللي أنا هسوي فيه على درجة حرارة. البسكوت عمل معايا على درجة حرارة 200، مش 180 زي الكعك ولا غريب، لا كانت على نار عالية شوية. وزي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله، خفيفة جدا وحلوة، وعملت معايا كمية كبيرة. يعني انا عملت دي بس قدام الكاميرا، بس انا لسه بسوي قدامي صاجين كمان في الفرن، بس انا بسجل علشان ايه الفيديو ما يتأخرش في التنزيل بتاعه. وزي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله، ال4 كيلو عملوا لنا كمية حلوة جدا سهلة وبسيطة في البيت. وادي بقى الفيديو بتاع النهاردة، ويا رب يكون عجبكم، واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. لو اول مرة بتشوفونا، انا اسمي نجوى ابراهيم. مش تنسوا بقى تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، مش تنسوا تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على الف خير في فيديو جديد، مع الف سلامة، باي باي.